انا عايزه اسالك، انت ما شاء الله معيده جراحه وارتست كونتنت كريتور وعندك براند، فانا عايزه اعرف حالا انت عملتيها ازاي. والله يا شوشة ثانك يو سو ماتش. انا حاسه ان يعني في كومبلمنت لا كده لا لا خالص، استخبي. دي كلها واقع كلنا عارفينه. ربنا يخليكي والله. بصي يا ستي، هو الموضوع صعب جدا، ويعني عايزه اقول لك اخدت ستيبس كتيره مني ان انا اعرف بالانس ما بين كل الحاجات دي. بس اللي بيشوف من بره يحس ان الموضوع ايزي خالص، سهل مفيش اي جدا حاجه. والله والله، يعني الواحد بيفني حياته علشان يعرف يعمل حاجه زي كده. تمام. انا هقولك اصلا الكونسيبت بتاعي ابتدى من ايه. يعني يلا. انا اصلا طول عمري ارتست، انا برسم من وانا عندي سنتين ونص، وكل طموحاتي الله. بقى ان انا بصي انا هطلع رسامه وخلاص. يعني خلاص بقى هي دي كده ده المين طريقي. روت بتاعي. بالظبط. وبعد كده دخلت، انا كنت اي جي سي اس اي ستودنت في مدرسه هاوس اوف انجلش. فالمهم خدت ايه ارت اند ديزاين. احنا لو تعرفي الاي جي بيبقى لازم ناخد 10 مواد تقريبا، ايوه في او ايوه ايوه. ليفلز واي ليفلز وكده. فكان من ضمن المواد اللي انا حابه ازودها كان ارت اند ارت. ديزاين. اوكي. والحمد لله ربنا وفقني وجبت رانكينج توب ايجيبت ارت اند ديزاين، وصورتي اتحطت في بريتش كونسل. كنت مبسوطه بالموضوع ده قوي. خلاص بقى فالمهم حسيتي ان احلامك بتتحقق. انا قلت خلاص بقى علامه، دي علامه. فبعدين لقيت المدرسه بتاعتي بتقول لي بيكي بصي ما تدخليش فنون جميله، علشان it's يعني مش طريقك، يعني it's not your thing. انت هتاخدي حاجات في الكليه يعني اعلى. يعني هاخد ايه؟ استنى. هتاخدي حاجات في الكليه مش your field يعني. او انتي كنت انا ساعتها بقى ماشيه في الديجيتال ارت وكده، فما كانش مش ايه الحاجات دي اصلا اللي هتاخديها في الكليه في الاخر. بالظبط. وهي كانت قلقانه من حاجه برضو، قالت لي انا خايفه يعني ايه يتم اضطهادك، واللي هو اعمل لنا شغل مقابل درجات وحاجات كده. هي نفسها ما كانش عندها اكسبيرينس لذيذه يعني. فقالت لي لا بلاش، لو عايزه تدخلي حاجه ادخلي حاجه ايه بره مصر. وانا ساعتها كنت عامله 3 عمليات في ظهري، فكان الموضوع صعب جدا ايه ان انا اسافر وانا هنرجع لها دي في الاخر. ايوه وانا هنرجع لها. اول تشايلد. فكان بابي اللي هو ايه لا هو مش هيقدر مش يخليكي هقدر تسافري. مش هقدر. وساعتها انا كمان عندي اخويا واختي، حتى ما كانش ينفع مثلا مامي تسافر معايا او كده. فمن كذا اتجاه يعني كان الموضوع ايه complicated مغلق. خالص. فطيب لو انا مش هدخل ارت، فايه حاجه تانية اللي انا كنت بحبها كان استين. مش اسنان. برضه ايه ده؟ مش انت مش اسنان. داخله اسنان حب؟ لا انا داخلها باي اكسكلوجن اصلا. ايه ده؟ لا ايه الحوار ده؟ لا انا كنت عايزه اي حاجه بقى في الميديكال فيلد. تمام. فقلت ايه صيدله اوبشن. طب بشري ما كانش اوبشن قوي بالنسبه لي، لان انا كنت عايزه يكون عندي سوشيال لايف، لان انا اوريدي كنت بغني في الاوبرا، ويعني وكنت اللي في عايزه طب بيرسو باشا ارت كده هيخشوا كده. يضطهدونا دلوقتي. فحاسه لا مش حاسه ان الطب البشري اللي هو هي بفني صعبه. حياتي للعلم، وانا ايه ما كنتش عايزه كده. فقلت خلاص بقى ندخل اسنان. يلا بينا يلا بقى، بينا. مفيش الا اوبشن اللي هي. بالظبط. حتى كمان كان عندي كونسبت ايه انه الرسم مش محتاج ادخل له كليه علشان اعمل منه كارير، صح. لكن طب محتاجه مثلا، هندسه محتاجه، يعني فايس يعني الاوبوزيت محتاجه ان انا ادخل له كليه. فكنت بفكر اللي هو واي نوت يكون عندي تو كاريرز، يعني ادخل اسنان يبقى ده كارير، والارت از انذر كارير، لان انا شخص ملول بطبيعته. بحب دايما ايه يبقى في كذا حاجه مع بعض في بقى. كذا حاجه علشان ما ازهقش من حاجه معينه. اللي هو ازهق من دي اروح لدي، ازهق من دي اروح لدي. عارفه اللي هو ايه، يبقى every now and then كده، اللي هو يلا يلا شويه سباركات كده. ف... فده كان فكرتي يعني. فقلت خلاص حلو كده باكي، ادخل بقى ايه على بس على اكيد الاسنان. اكيد لما دخلتي لقيتي صعب ان انت تعملي بالانس بينهم. آه، بصراحه ما كانش بالنسبه لي that difficult، لان انا كنت متعوده على موضوع كذا حاجه دي من وانا صغيره، فانا شاطره في التايم مانجمنت. تمام. فبالنسبه لي هي بتضطري تيجي على حاجات كتير، وانا باجي على صحتي زي ما انت شايفه كده. اللي هو يعني علشان احنا نعمل البالانس ده للاسف في ساكريفايس، يعني ساكريفايس ممكن تحصل، سواء بقى الساكريفايس دي ان انت بتيجي على صحتك او بتيجي على حياتك السوشيال مثلا، اللي هو مش بتشوفي صحابك مش بتشوفي اهلك على طول، مثلا قافله على نفسك باب اوضتك، سواء بتعملي ده او ده او ده او ده. فهي بتيجي بساكريفايس، بس اهم حاجه التايم مانجمنت. طب وانا انا عايزاكي عرفت دلوقتي، اعمل تايم مانجمنت عايزاكي ازاي دلوقتي بقى. حالا تقولي لي ازاي بتقدري تعملي تايم مانجمنت عشان تعملي كل الحاجات دي مع بعض. بص يا ستي، انا بعمل حاجات الاول فيكست. يعني ايه تمام. فيكست؟ يعني بثبت روتين، ولو ما عندكيش روتين في حياتك هتتعبي.
انا عارفه ان في ناس كتير بتفكر اللي هو لا انا مش عايزه الحياه الروتينيه ومش عارف انا ايه. بصحى الصبح اشوف اليوم على ايه. لا ده بقى يعني ايه، ساعات في الاخر بيجيب لك انكزايتي، انت بتبقي حاسه ان هو اليوم مش عدى بتنجزي حاجة. وما انجزتش حاجه، لان انا عايزه انجز مليون الف حاجه بس مش عارفه ابدا بايه. فالدنيا كلها بتتراكم تتراكم تتراكم، تفضل بقى تتراكم، وتحسي بقى اللي هو انا ليه بعمل كده في نفسي واللي هو what is my purpose in life عارفه بقى اللي هو ايه، تحسي كده أنا كنت identity هقولك انا crisis. انا نفسي مش عارفه اعمل كده. بالظبط. فهي مينلي انا هثبت جدول. فايه اكتر جدول متثبت واوريدي معمول لنا؟ تمام. كليه. كليه بس كده. فده اللي ايه متثبت. طيب حلو، اعمل ايه بقى تاني؟ انا عايزه اعمل ايه في حياتي؟ زي مثلا انا عايزه اخد دروس كوكينج، انا عايز ارسم، انا عايزه العب باسكت، انا عايزه اعمل ايه. وده كمان احطه في الايام ايه الفاضيه بتاعته، وكمان ده هيكون ليه جدول. يعني زي مثلا انت عندك تمرين فولي او تمرين باسكت تمام. 3 مرات في الاسبوع، اليوم مواعيد حطهم في الجدول بتاعي. تمام، يبقى انا اوريدي عملت جدول، انا راسم الجدول بتاعي وبشوف ايه الاماكن الفراغ اللي موجوده فيه واحط ده. تمام. طيب حلو، هل كده ال 24 ساعه في اليوم والسبع ايام في انت في حاجه الاسبوع نسيها، مالين ايه؟ المذاكره. بص بقى هو موضوع بروح الكليه المذاكره، عايزين نذاكر. ما انا هقول لك حاجه. وانت عارفه ازاي احنا كمان في اسنان او في الكليات الطبيه عموما المذاكره صعبه وبتاخد وقت كبير. ده حقيقي، بس في بقى نقطه الاجيال الجديده بطلت تعملها، ايه؟ ودفعتي انا شخصيا برضو ما كانش يعملوها، بس انا كنت بهتم بيها جدا. انا كنت بحضر المحاضرات كلها. فده بيوفر عليك في المذاكره. بالظبط كده. كنت ليه ايه بقى؟ الجمله دي اتقالت لي قبل كده، الصراحه ما عطتش اهتمام. لا، انتوا في ناس كتير قوي بتعتمد ان هم ما حضروش المحاضره، واخدين الريكوردينجز، نسمع الريكوردينجز، واخدين مثلا الورق بتاع السنتر او الورق اللي هو ايه من حد حضر المحاضره، فبتبذل مجهود كبير ان انت تستوعب المعلومه، رغم ان انت لو حضرت المحاضره اللي هو هرفع ايدي دكتور معلش عيد مش الحته دي انا فاهمة مش حاجة. فاهم. بس فخلاص اتحفرت. وبقى مجرد ان انا ايه بروح البيت بتغدى، بعد الغدا بقعد ساعه ساعتين ارفرش الحاجات اللي ما استوعبتهاش في المحاضره وبس كده. فبالنسبه لي جهد المذاكره في البيت توفرتيه كان اصلا توفر خالص. كتير. بالظبط، وفرتيه. كان اقل من كتير من ايه الجهد اللي انا هبذله في ان انا افهم المعلومه لوحدي. صح. تمام. فمينلي انا عايزه اقول لك اصحابي كانوا بيذاكروا عليا على اسئله باكي باكي سالت باجي اصلا اللي كان مش بتذاكر كتير في البيت هي اللي كان بيذاكر عليها. كنت بجد بعسف الدكاتره ساعات اللي هو باكي كفايه، اقول لهم مش فاهمه لازم افهم، لازم اطلع افهم، وعادي ما عنديش مشكله اسال اسئله غبيه، ما عنديش صح. مشكله خالص اللي هو انا عايزه افهم. ساعات حتى اصلا هتلاقي يشوفوا زمايلك اللي في المحاضره متضايقين من اسئلتك، بس مش جدا مشكله، عشان المهم اطلع عايزين فاهمه. نروح، احنا عايزين نروح، بس هو انا عارفه انتوا هتشكروني بعدين عشان بسبب السؤال ده انت هتفهم تركايه ما كنتش فاهمها. صح. فدي اتس جولدن رول بالنسبه لي. وكنت فعلا هم كانوا بيقولوا لي انت ازاي بتحضري كل المحاضرات دي؟ فاقول لهم عشان اوفر كل الوقت اللي انتوا بتتعبوا فيه ان انتوا تفهموا الحاجه بس. فدي جولدن رول. بعد كده بقى خلاص انت بقى عندك في يومك ساعتين للكليه، سواء بقى ترفرشي تذاكري تعملي حاجه. بس طبعا احنا بنتكلم ان ده مفيش امتحانات. مفيش امتحانات. امتحانات احنا بنمشي كتاب. هيبقى في امتحانات، هيبقى في حاجه اسمها prioritization. يعني ايه؟ انا بدي الاولويه لحاجات معينه. بالظبط. يعني مثلا انا عندي دلوقتي امتحانات، ممكن ما اروحش الفولي 3 ايام في الاسبوع، ممكن اخليها يوم. بالظبط. او الجيم مثلا، انا برضو ايه ناس كتير قوي ساعات يعني بسبب ضغط الكليه بيسيبوا نفسهم خالص، بيبقوا بجد الجيم بيديهم سعاده ومفيش ملوش وقت. ليه ملوش وقت؟ لان هو كبس نفسه كبسه ما كانتش لذيذه. ده بالذات كمان لو احنا مش بنذاكر طول السنه، بالزبط. الموضوع ده صعب واصعب في الامتحانات. بالظبط. فهي الفكره اهم حاجه ان احنا تايم مانج. يعني ايه؟ احنا عملنا الجدول بتاعنا الاساسي، نحط احنا عايزين نعمل ايه في بقيه الجدول، وما ننساش اهم حاجه برضو ان احنا نحط تايم فور اور سيلفز. دي انا كنت ما بعملهاش دي يعني دي يعمل فيها ايه؟ يعني يبقى ساعه كده في اليوم تعمليش فيها اي حاجه، تفصلي. عايزه تكتبي تمديتيت، تعملي جورنالينج، بجد تتفرجي على التلفزيون، حاجه بس فور يو كده ان انت ايه عارفه ترست. لانك هتدخلي في حاجه اسمها بيرن اوت، هتحترقي بسرعه. ممكن اللي بيخلينا ما نحسش بوقت اليوم ان احنا بنقعد على الموبايل كتير، جدا. نقلب في الريلز بقى، نقلب في البوستس والحاجات دي. وده مش تايم فور يور سيلف قوي، ده لا، ده بتطلع منه اكزوستد اصلا. اكزوستد جدا. ليه بقى؟ لان دي برضو نقطه عايزه بس هتكلم عليها بعدين. يعني مش هحرقها دلوقتي. أيوة.
دي بتعمل حاجه later on هبقى اتكلم عنها، يعني موضوع ان احنا على طول بنطلع exhausted من الريلز. فدي حاجه اصلا توكسيك، يعني لو حد ادمنها تيك توكس او ريلز عارفه بتبقى الساعه اللي حاجه. قبل النوم دي؟ ما هي ريتها ساعه يا عارفه شو الساعه اللي قبل يا النوم؟ ريتها نقعد 4 ساعه واحنا نلاقي نفسنا الساعه 4 الفجر خلاص. لا طب تمام، طب والكليه بقى مش مشكله، الكليه مشكلة بقى. الكلية. فعارفه فبتيجي في الاخر على المهم، وانت في نفس الوقت عارفه لو انت قعدتك على الريلز دي برودكتيف، يعني افادتك بحاجه، زودت لك مثلا في شغلك، في يور كونتنت، في اي حاجه، كنت هقول لك ماشي يا ست، اتليست ايه في برودكشن في الموضوع. أو. بس هي wasted time. انت جسمك اولى بيه ان انت تنامي وتريحي، ان انت عايز اقول لك فيش احسن من كده ان انت ترتاحي وخلاص بقى تشوت داون علشان تبقي energized لليوم اللي بعده، وتبقي جاهزه لليوم اللي بعده. ما تبقاش عارفه اللي هو بداتي وخدت بقى ايه بيكر اللي هو عماله ابقى انا exhausted لحد عايزه ما اروح خلاص من بقى. الكليه ارجع انام تاني. بالظبط. ف طب هي خلاص دي يعني خلينا تو الحكاية. ذا بوينت. مم. قولي لي بالظبط كده على 4 أو 3 حاجات لو اي شخص عملهم هيعرف يعمل بالانس ويعرف يعمل تايم مانجمنت. ماشي، انا بالنسبه لي اول يعني حاجه 1 2 3. اول حاجه جدول it's very very important. تمام. تاني حاجه الكوميتمنت للجدول. اوكي، يعني انا رسمت الجدول وجاري بقى سبارك اوف موتيفيشن ويلا بينا وكده، هنتظم يوم واحد بس. هنتظم يوم وخلاص بقى، لا انا مش قادر مش عارف ايه كده. تالت حاجه يليمت ايه السكرين تايم بتاعه. تمام، ما يتسحلش على الريلز، يعني يعمل لنفسه الارم. وانا في المدرسه ما كانش في حتى ساعتها بقى سوشيال ميديا. تمام، انا في المدرسه كنت بعمل لنفسي الارم عشان ما تسحلش مثلا في الرسم او حاجه زي كده، اللي هو لا انا هاخد ساعه دي بتاعت الرسم وبعد كده هكمل مذاكره مثلا. تمام، عشان لو سرحت بقى. والله العظيم حياتنا من قبل السوشيال ميديا كانت حلوه، يعني ممكن ما كانت حضرتهاش لذيذة. كتير، يعني هي كانت فتره الابتدائي بطيئة. بتاعتي، كانت بطيئه بس انا كنت بعمل حاجات كتير قوي ما عادش بعملها عشان دلوقتي. كانت بطيئه. كنت تحسي عارفه السلو مورنينج. انا كنت برسم بس طبعا مش زي رسمك اكيد، بس كنت برسم بالرصاص. كنت بقضي وقت كتير ان انا اقرا روايات وان انا ارسم، الحاجات دي كلها ما عادش بعملها دلوقتي لمجرد ان انا مسؤوله في السوشيال ميديا. مسحوله في السوشيال ميديا. ليه بقى؟ بصي انا هتكلم عن النقطه دي خلاص، مش قادره كمان. النقطه دي والله دي مضايقاني، ان انا مضايقه ان انا في النقطة حاجات دي. كتير قوي ما عادش بعملها. بصي هي دلوقتي للاسف احنا في عصر السرعه، وفي عصر مش السرعه بس، في عصر البير بريشر. تمام، كل الناس، يعني انت ما بقيتيش شايفه نفسك وبس، انت اتفتحتي مش بس على صحابك وجيرانك، انت اتفتحتي عن العالم كله. وفي نفس الوقت انت what you're seeing is just success stories من كل الناس. ايوه، ما هو الشخص اللي عمل شير للسكسس ستوري ده هو نجح بعد 500,000 محاولة فاشلة. ايوه، هو ما قالهاش عليها، وممكن لو انت تابعتيه هيقولك عليها، بس انت الانفلونس او الستيمولس اللي داخل كله، فتحسي انت تكتئبي، واللي هو انا بعمل ايه في حياتي، وانا عندي كام سنه، وبص هو كام سنه ومش عارف ايه، وابتدي بص بقى ايه ازاي اللي عندها نجري ورا 20 بعض. سنه عامله سكسس قد ايه، وانا اللي عندي 24 وانا اللي مش عندي عامله حاجه. 24 ما عملتش اي حاجه ومش عارفه اقوم من السرير، فاهماني؟ وتدخلي بقى في لوب ديبريشن، واللي هو ليه كل ده ليه؟ انا زمان كان مقياسي هو نفسي. تمام، وقولي حدود دايرتي صح، بس. يعني ما نقارنش نفسنا بغيرنا. انا مش عايزه كده بالظبط، ودي كانت فعلا الادفايس اللي انا عايزه اقولها للجيل القادم، انه بجد ما تقارنش نفسك باللي حواليك. انا عارفه ان هي بجد it's very hard واتس easier said than على فكره done. هما بيقارنوا نفسهم برضو حتى في الشغل في الكلينيكال. ايوه، لو ما ده اللي عملت بقوله. انا توس وحشه صاحبي عملها حلوه، بالظبط. طب كده انا يبقى مستواي فاشل. وحش. يبقى انا يا حبيبي لا، عارفه كل واحد عنده learning curve بتاعه، وكل واحد السكيلز بتاعته بيديفلوبت في وقت او في تايم فريم مختلف عن التاني. فانت كل اللي انا بطلبه ان انت تقارن نفسك بنفسك لما بدأت. شوف السكيل بتاعك عامل ازاي. ان شاء الله لو عملت ريكورد بده، لو عملنا مثلا فولدر، انا كنت بعمل كده، كنت بصور الحاجات اللي انا كنت ببداها واحطها في فولدر على الموبايل بتاعي، والبروجرس بتاعي افضل ايه ازود على نفس الفولدر كده الصوره بتتسيف بالتاريخ. أيوة. فببقى عارفه ده كان امتى وده كان امتى، فببقى فخوره بنفسي، اللي هو عشان ساعات يا شوشو بجد انت بتنسي البروجرس بتاعك، وبتنسي فعلا انت كنت فين، تنسي مستواك القديم أصلاً. بالظبط، لان كل اللي انت شايفاه تحفه، فانت بتحسي ان انت بتجري ورا اللي هو البرفكشن، والبرفكشن does not exist.
مش موجود، مفيش حاجه انت اسمها مهما perfection. وصلتي مش هتبقي راضيه عن مستواك. بالظبط. لو انت مش راضيه، لو انت شخص مش راضي، فانت عمرك ما هترضى. والفكره انه كده دي على كل حاجه في perfection. حياتنا، ايوه مش على الدراسه بس، ده على كل بالظبط. حاجه حرفيا. بالظبط. ليه؟ لان انت بتقارنيش نفسك بنفسك. انا بقارن اللي انا مطلعاه بسكيل ليفل ايلون ماسك. فاهمه اللي هو اللي هو انا ليه مش بعمل ليه؟ سنه شبه المعيد اللي متعين بقاله 20 سنه. بالظبط كده. بالظبط كده. وكلنا بنفكر كده. يعني انا مش عايزه اقول ان انا فروت بقى، لا انا كنت بفكر كده برضو، اللي هو لا انا عايزه اعمل احسن بس كنت حاجة. بتعرفي تتحكمي في ده، بتعرفي كنت- تتحكمي في الباثوس. ده بس بعد فتره. يعني انا اشتغلت على نفسي كتير. لان انا كنت زي ما اقول كده بوصل لبيرن اوتس رهيبه. انا فكره ما زلت بوصل لبيرن اوتس رهيبه. انا فاهمه. فبس هي الفكره بقى في ايه؟ في المنظور اللي هو انا بحاول. عشان كده بقول لك هي اتس ايزير تتسد ذان دان. يعني انا سهل اقول لك كلمتين دلوقتي واللي هو يلا تمام دي الادفايس. ايوه طب ما هنعملها ازاي يا فندم؟ هنعملها ازاي يا فندم؟ بس صعب تطبقها. بالظبط. هي محتاجه الاول مايند شيفت، اللي هو لا انا ولما ابتدي الاقي نفسي بقارن شغلي بحد تاني افرمل. لا 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 لا، ارجع بقى لملفاتك القديمه وشوف انت كنت فين وبقيت فين. تمام؟ مش زميلك فين دلوقتي وانت فين دلوقتي، لا هي ما بتتقاس كده. فطبعا انا بقى لما بتحط في الموقف ده كنت ابتدي الاقي نفسي ان انا بقارن نفسي بحد تاني او ابتدي اللي هو اصل لا افوق نفسي. اللي هو باكي ستوب افتح بقى الفولدرات اللي انت مسيبها دي وشوفي انت كنت فين وبقيتي هتلاقي فين. نفسك ان انت اتطورت، فهتحس ان انت راضي عن نفسك. بالظبط. وخلي بالك ده كمان حببني قوي في كونسبت السوشيال ميديا، ان انا I see my progress through life. ايه ده؟ انا بمسح فيديوهاتي القديمه. ليه؟ ليه يا بنتي؟ يعني انا كنت في ليفل اول مثلا في لمده سنتين او سنه ونص، وبعد كده بقيت في ليفل تاني. خلاص بقى انا كل ما ارجع للليفل القديم ده خالص، انا كل ما اشوف فيديو ليه بمسحه. كان عامةً التصوير وحش كنتش مشكلة. لسه عارفه امانج الموضوع زي دلوقتي. حتى لو بتمسحيه يعني ما تمسحيهوش دون ديليت، اركايفت. اركايف الاول. هترجعي برضو تشوفي انت بقى كنت فين وبقيتي فين. فاهماني؟ اللي هو وانا عايزه اقول لك انه حلو ان احنا نشوف البروجرس بتاع اللي حوالينا، او نشوف الناس كانسبيريشن. اللي هو ايوه انا يوما ما عايزه اوصل كده. طب انا عايز اشوف هو بيصور بايه، طب التكنيك اللي هو بيتكلم ايوه يعني بيه يخليه طب مصدر ان هو يخلينا حاجه تزقنا إلهام. لقدام. بالظبط. مصدر مش الهام إن مش أنا مصدر أحبط. احباط. بالظبط كده. وفكره ايه؟ ان انا اللي هو ادور بقى هو عمل ده ازاي، طب صور ده بايه، طب مش عارف ايه، وراقب بص قوي خدها من التكنيك الزاويه دي حلوه قوي الزاويه دي. بالظبط. اللي هو بقى ايه اذاكر بقى هو بيعملها ازاي، اكني باخد نوتس في أيوة، محاضره. اللي هو دي تبقى بص عليها كده لانك هتبقى زيه. بس فكره اللي هو يوه بص يا عم كل اللي انا بعمله ده ومش عارف حتى اعمل فيديو زي ده، طب شكلي ماليش فيها بقى، شكلها مش جايبه همها، وعارفه بقى وتحسي بقى الفلوس اللي صرفتها والمجهود اللي عملته والليالي اللي سهرتها وخلاص بقى اللي هو عايزة يلا بقى نندم نسيح بقى خلاص. يلا نندم بجد على كل حاجه. فلا احنا محتاجين ان اللي حوالينا نبص لهم بنظره الهام مش احباط، وما نقارنش نفسنا باي سكسس ستوري بنشوفها. عادي جدا. مش واحده مثلا سكسس لانها سكسس ستوري فاهمين؟ ستوريز. انت مش العالم كله كده. يعني انت بتشوف بس ايه اللي هو اللحظه الاخيره من الحاجه. بالظبط اكزاكتلي. لا ومش عايزه اقول كده انا يعني ايه نبغى، يعني فاهمه اللي هو انت مش ده النورمال. فاهماني؟ هو السوشيال ميديا بقت كلها للاسف بتصدر اللي هو abnormal status of living. فاهماني؟ اللي هو مثلا حتى لو احنا لا بس اغلب الناس دلوقتي بقى عندها وعي كافي ان مش كل الحاجات اللي على السوشيال ميديا حقيقيه. يعني اعتقد عندها ان كل الناس عندها الوعي ده كافي، بس اللاواعي اللي عنده ساعات بيضحك عليهم. فاهماني؟ ساعات بتحسي اللي هو انا عارف ان ده مش ريل وكده، بس برضو بتحسي ان انت في عين بقى مستخبيه ورا بتبص اللي هو ليه ده مش انا، ليه دي مش حياتي، دي مش حياتي. واللي هو بالعكس انت لو بصيت على الحاجات اللي ربنا مديها لك بجد انت ممكن تكون حياتك احسن منه بكثير. فاهماني؟ بس هو للاسف الناس بتشوف بس القشره، محدش بيشوف اللي جوه، محدش بيشوف الناس دي ورا الكاميرا بتعاني من ايه، صح؟ محدش يعرف متضرره المشاكل في اللي ايه. عندهم.
محدش عارف، حتى لو بيشيروا حاجه هتلاقي بيشيروا حاجات بسيطه يعني عادي في ايام انا بكون قاعده في البيت اصلا مكتئبه وحزينه وقاعده اعيط وبنشر بوست ليا او صوره ليا وانا بضحك، بالظبط. اللي هو انت ما بالظبط. حدش يعرف. محدش عارف اللي انا بمر بيه، ومحدش عارف الناس التانية بتمر بايه، ومحدش. وانت يعني انا دايما ايه بقول، وبالذات لو انت كنت من الناس اللي انت مش بتحبي تصدري نفسك بطاقه سلبيه، مش بتحبي تنزلي حاجات حزينه عن نفسك مشاكلك، بالظبط. لو دايما بتصدري طاقه أنا ايجابيه هذا فالناس الشخص. تحسبك دايما مبسوطه. انا هذا شخص جدا. انا هذا الشخص جدا عشان انا دايما بحس ان انا عايزه ابقى الشخص البوزيتيف في حياه الناس بتاعتي. ببقى عايزه على قد ما اقدر ابقى شخص educational. احب ان انا يعني اصدر ايه حاجات تعليميه او حاجات يعني يستنفع بيها الناس اللي على البلاتفورم بتاعتي. واحب اكون هذا الشخص اللي انا اسعد حد في يومه، رغم ان أنا ممكن ما اكونش انا نفسي مبسوط، بس سعاده الاخرين من سعادتي. تحسي ان انت مبسوطه باللي انت عملتيه جدا. لا بالذات لما ابسط لما الاقي مثلا كومنتس او مسجات ويقولوا لي الفيديو ده كان في وقته، وانا فعلا غيرت وساعدني في المود حاجه بتاعي. وساعدني اخد قرار او بس ببقى طايره بقى من الفرحه. فده هو انا بالنسبه لي هو ده هدف السوشيال ميديا، ان انا فعلا افرق مع الناس اللي حواليا، فعلا اصدر كونتنت يبقى مفيد، اللي هو الناس تدعي لي، اللي هو صح. شكرا يا باكي، اللي هو احنا فعلا كنا محتاجين ده. فانا بامل دايما يعني اكون عند حسن ظنك. انت كده على فكره انا بعمل كده وانا اتفرج على الفيديوهات. الله. ايوه يا رب دايما. طبعا هنرجع شويه لورا. عايزه اعرف بما انك طبعا ميدة فقك بتقول من الاوائل، انا ازاي كنت بتذاكري وانت لسه طالبه؟ بص يا ستي، انا يعني دي يعني دلوقتي مثلا في ناس تقول لي انا المفروض اذاكر بالورقه والقلم، ولا ان انا مجرد ان انا اسمع فيديو المذاكره نفسها، ولا اسمع فيديو، ولا مجرد مثلا كده اعدي على الكلام. يعني المفروض يعملوا ايه الصح؟ بصي هو مفيش صح، اي ما فيش بجد، هي ما فيش. عجبتني. ايوه لا فعلا هو كل واحد بيبقى ليه طريقه مذاكرته. تمام. وكل واحد ليه ايه طريقه استيعابه برضه. يعني في مثلا ايه ناس بصريه، في ناس سمعيه. يعني ايه؟ يعني البصري ده اللي هو تحسي يحب يذاكر بمايند مابس، صح صور كده المعلومه بتثبت معايا. انا هذا الشخص تمام. يعني انا اسمع ما اعرفش اجمع زي ما انا ابص على حاجه. فانا كل تلخيصاتي كنت هتلاقيها صوره وكاتبه عليها النوتس المختصر المفيد. هتلاقي صور ومختصر مفيد، صور مختصر مفيد. واقعد بقى اعمل ايه بقى، عشان كنت بحب بنفسي بقى في المذاكره. كنت بحب قوي اعمل سامريز. يعني ايه؟ انا بذاكر بصوت عالي تمام متواعد. حتى اخويا بيقول لي كفايه يا بنتي المجهود مش عارفه اذاكر منك. لا خالص والله، يقول لي مجهود اوفر، مجهود عماله ايه بخاطب، عارفه بخطب كده اللي هو وحصل كذا 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 وطلعنا من كذا بتشرحي لحد، اكني بشرح لحد بالظبط. لا وساعات وانا صغيره خالص ايام المدرسه كنت بحط العرايس بتاعتي قدامي على المكتب وبشرح لكم بقى. ايوه وبصوا يا جماعه مش عارف ايه وايه، ومسميهم اسامي، واللي ما جاوبش او جابش صح اقول غلط، المره الجايه هديك فرصه ثانيه. كنت بخليه دايما الموضوع يبقى فن، عشان عارفه ان هي جاتس بورينج، فالموضوع ساعات بيقلب ملل وانت خلاص بقى بتزهقي. فانا دايما بحب ايه احط حاجه فن في الموضوع بالظبط. بحب بقى ايه هايلايترز بقى والوان وماركرز ويلا بينا. الشغل بتاع الابتدائي ده عارفه. ايوه انا بذاكر بيه ده لحد دلوقتي عادي جدا. وبحب اعمل سامريز، ودي بتفيدني قوي بقى في الامتحان. ازاي بقى؟ انا بجيب الشابتر ده هذاكره لاول مره تمام، فبذاكر بطريقه الخطاب بتاعتي دي وبس. في حاجات ما بتلزقش في دماغي، اللي ما بيلزقش في دماغي ده ورقه خارجيه وبكتب. تمام. بكتب كده، بعمل كلمه نوتس، اكتب نوتس شابتر كذا وستار، يعني نجمه كده ويلا كذا. تعرفي منين ان هي مش ثابته في دماغك؟ ليه بقى؟ انا معلش انا عيدها تاني عشان المايك. انت بتعرفي منين ان هي مش ثابته في دماغك؟ يعني انت بترجعي تسمعي لنفسك بالظبط. فانا قريتها مره واحده تمام، اهي انا عماله اقرا تمام، وبعدين رحت قريتها مره تانية. في حاجات لزقت في دماغي. يعني ايه لزقت في دماغي؟ يعني انا فاهماها، انا مدركاها. وفي حاجات تانية بحس انها ايه لا حاسه ان ده سؤال خبيث ممكن يسالونا فيه. عارفه تحسي اللي هو حاجات كده تقيله. كنت بتلاقيها فعلا في الامتحان الحاجات اللي بتوقعيها دي؟ كنت مبسوطه قوي. ليه بقى؟ لان انا النوتس بتاعتي دي صحابي كانوا بياخدوها برضه. يعني كنت انا بحب دايما ما عنديش مشكله، يعني يقولوا لي باكي ممكن نوتس اوزع، يعني اللي هو
مش هتدعوا بتقولي ان لا شاء والله الله ما تدعوا لي فهمتهاش يوما الحته ما. دي. لا ما عنديش كده خالص، لو اي حد عايز النوتس بتاعتي ياخدها. انا اصلا النوتس بتاعتي لسه بتلف لحد دلوقتي في الكليه. بجد؟ دي خطي معروف بيلف لحد دلوقتي. ف لما كانوا بيلاقوا بقى الحاجات دي كانوا بيقولوا لي شكرا. شكرا كده، كنت ببقى مبسوطه بصراحه. فعلا عندي بس عمر ما حد عندي هيسرق مجهود هذا حد، يعني في ناس ما بتحبش تشارك مذاكرتها، او ان هي مثلا ملخصه حاجه او كاتبه حاجه ما بتحبش تشاركها، وما تقولش حتى ان هي لو حد سالها سؤال ما بترضاش تجاوب، يعني انت متخيله، وفي الاخر يعني مش هياخد منك حاجه. ليه بنعمل أيوة. كده؟ معرفش، يعني انا مش من هذه المدرسه، بس بتفهم ساعات لما يكون حد باذل مجهود في حاجه قوي، ويجي مثلا حد تاني هو بيبرسيفت كده، هو بيتخيلها كده، ياخدها على الجاس. لو انا قعدت وسمعت المحاضره ولخصت وتعبت ومثلا لو هو حضر المحاضره فكانت مهلكه جدا. فكره المحاضرات مهلكه، عشان كده ناس كتير مش بتحضرها، بس انا كنت بحضرها عشان انا مش عايزه ارجع واسمع ريكوردينجز واضيع وقتي اللي انا ممكن احطه في حاجه تانية. صح. لان كده كده ده وقت موجود، يعني كده كده الكليه دي هحضرها سواء اتندنس سواء ايه، ف why not make use of الساعه بتاعت المحاضره. بس طبعا ببقى اخلص الكليه من هنا ببقى مصدعه تماما. فانا متخيله الشخص اللي بذل مجهود او مثلا سمع ريكوردينجز وقعد يبيض ويعمل حاجه، وحد تاني هو شايفه مثلا مقضي اليوم على القهوه او بتاع، يقول له هات بقى النوتس بتاعتك. فانا بحس ان هو يعني انا متفهمه وجهه نظرك، ان انت بتبقى مش شغلك ومش عايز تديه لحد لان انت عارف او حاسس ان هو ما تعبش ان هو هو يستاهل. شايفه ما يستاهلوش اصلا. بالظبط. فانا متفهمه وجهه نظره، بس انا كباكي اللي هو انا بالنسبه لي لله يعني، فتمام. اللي هو لو ده هيساعدك ان انت تنجح او بدرجه او كده، لان انا دفنتلي عارفه ان ربنا بيدي كل واحد على قد نيته. حصل. فكده كده انا عارفه ان انا محدش هياخد زي ما انت قلتي تعب مجهودي حد. او يعني هو ربنا مقسمها صح، وهو فير، يعني هو عادل ما بين. فانا تمام، اللي هو يمكن اكون دي حسنه انا هتفرقي خدتها، معايا في فاهمه؟ حاجه. بالظبط ويدعي لي كده يعني. فانا دايما بفكرها في كده، بس الناحيه التانية ببقى متفهمه هما ليه بيبقوا اللي هو حاجتي وتعبان فيها. بس انت قلتي حاجه حلوه في الاول، ان مفيش حاجه معينه صح. يعني انت قلتي لي مثلا صح. انت كباكي بتحبي تذاكري ازاي، بالظبط. بس ممكن هما بقى يذاكروا بالطرق التانية برضه. في ناس بتذاكر زي البودكاست كده، اللي اه. هو ايه بالنسبه لهم مثلا هو ان انا اسمع ريكوردنج ده هو كده طريقه مذاكرتي، ويقعد يسمع ويسمع، وممكن ايه مش بالورقه والقلم، هو بس قاعد يسمع يسمع يسمع، ده كده بيبقى الشخص سمعي بحت. تمام. في ناس بتحب تذاكر بالكتابه، طبعا ده بياخد وقت اطول من اللي بيقرا او بيسمع، بس هو هيذاكر كده. فالميزه بقى ايه، او مش الميزه، الفكره ان انت تحط التريك دي في جدولك. يعني انت شخص عارف ان انت مش بتعرف تذاكر غير بالكتاب، ما تاجلش بقى عليك الحاجات، يبقى اول باول ذاكر انت عارف انها الشابترز. هتاخد وقت. انت عارف ان انت هتاخد وقت، هتتزنق. صح. فانا عارفه ان اول ما نبتدي امتحانات كده كده بيبقى في حاجات بتتراكم، فبدل ما تتراكم من داي 1 راقمها بس ايه في الحاجات اللي اتاخدت في الميد ترم دي، عارف؟ ايوه. وانا عارفه كمان ان الكليه يعني بتعمل معانا حاجات مش لذيذه، حاجات مش صح. بتنزل شباتر 3-4 شباتر قبل نكون احنا الامتحان اصلا بيوم بنمتحن. يعني ليه بنعمل كده؟ ليه ما بنعمل كده انا في بعض؟ ما اعرفش بس بتعدي يعني، الحمد لله بتعدي. بس اهم حاجه ان انت قلل الهم اللي عليك، بس مش اكتر. صح. يعني ما تقعدش تراكم، هتلاقي وقت في الاخر لنفسك، وهتلاقي وقت تتفرج على مسلسلاتك، ووقت تنزل الشارع، ووقت تروح يعني تخرج مع صحابك، هتلاقي وقت. بس هي محتاجه بس منك ان انت تعرف طريقه مذاكرتك، ودفنتلي انت اكيد عرفت طريقه مذاكرتك من وانت صغير. يعني ما شاء الله لو انت في الكليه دلوقتي فانت عديت طب انا هنا عايزه اسالك سؤال. يعني دلوقتي من ناحيه تنظيم الوقت، انت دلوقتي بتروحي الكليه، تيجي مثلا تريحي حبه كده، تذاكري الاول ولا بتعملي الحاجات اللي انت بتحبيها الاول؟ لا دي على حسب بقى ايه انا عايزه ايه النهارده. بس طبعا لو انا عندي مواعيد تمرين فيكست فانا ساعتها هشوف. يعني مثلا زي احنا النهارده الاربع خلصت كليه الساعه 3، عندي تمرين الساعه 6، او عندي كورال الساعه 6، انا كنت بغني، عندي كورال الساعه 6، فانا خلاص كليه 3 كنت في البيت ايه 4، اتغديت فبقيت ايه الساعه 5، فانا فاضل لي نص ساعه واروح الكورال. ساعات بقى كنت بعمل ايه، كنت ماشي اللي هو انا هبدا اراجع او هبدا اذاكر
وكمان انا بقى نازله واخده اوبر وكده، فمكمله لحد الساعه 6 مذاكره في الطريق. بالظبط. وبعد كده عندي مثلا ساعتين الكورال. حاسه ان كلمه السر في ان انت ما تضيعيش وقت ما ضيعش خالص، وقت خالص. بالظبط. لو انت تستغلي كل وقت كل فيه. وقت لان ناس كتير بتقول انا ما عنديش وقت، انا ما عنديش وقت، انا لا، هو الوقت موجود، بس انت بس اللي مش عارف كل لم حاجه عليه. تديها ايه. اه فاهماني؟ بس ومش عارف كل حاجه تديها ايه، ساعات بيبقوا مش عارفين اصلا يعملوا ايه في يوم. ما انت لو سيستمها، لو انت عامل فعلا الجدول والتايم مانجمنت، التكنيك اللي احنا بنقول عليه، ساعتها لا، هتبقى عندك بالعكس، تبقى عندك وقت كتير عايز تملاه. وده ساعتها كان ماي بوينت. يعني انا ما بحبش اقعد فاضيه، لان انا عندي داء البرودكتيفيتي. انا لازم اكون بعمل حاجه لازم دلوقتي. اكون بعمل حاجه في يومي مفيده بالنسبه لي، احس ان انا اليوم ده ما عداش كده. ودي عامله لي مشاكل عامه ان جنرال، لان انا ما باخدش بريكس، ودي مشكله ساعات بقى ببرن اوت وبتعب صحيا يعني. طب ما ده يجي لنا النقطه ان انت ازاي بترجعي باكي تاني اللي منوره اللي بتضحك بيه وي بعد المشاكل كلها اللي بتقابلك. يعني انا اعرف ان انت قابلتك مشاكل كتير، سواء بقى كذا عمليه وكذا حادثه وحاجات كتير كده، يعني ألف سلامة باخدها عليكي. منظور تشالنج، اللي هو انا يعني عمري ما بصيت لها يا شوشو اللي هو واي مي، اشمعنى انا، ليه بيحصل معايا كده، ليه كده. ماشي، بس دي كلها حاجات لو اي حد مر بيها يعني طبيعي ان هي تدمر نفسيته، وطبيعي ان هي تخليه مش عايز يرجع للعالم تاني. لا مش طبيعي، مش شرط، هي على حسب برضو نظرتك. يعني هي كلها perspectives يا شوشو. بمعنى انه لو انت قررتي اخدتيها ان هي كأنها ليفلز، كأننا بنلعب جيم، تمام، فانت ايه في ليفل اللي هو ليفل الوحش مثلا او كده، فانت وانت بتلعبي الجيم هل انت بتتقفلي من الليفل ده؟ لا بالعكس، اللي هو يلا بينا احنا وي كان دو ذس، يلا بينا. فاهمه؟ فانا بالنسبه لي اللي هو انا عارفه انا ساعتها طبعا بيبقى الموضوع صعب وكده، بس يمكن هقول لك حاجه، يمكن ان انا قابلت تشالنجز من وانا صغيره. يعني انا اول عمليه عملتها كنت عندي 12 سنه، فيمكن عشان جربت من وانا صغيره قوي، فبالنسبه لي انا kind of متعوده. يعني سبحان الله، احنا ربنا كل واحد بيمتحنه في حاجه، فانا امتحاناتي كانت معظمها في الصحه. تمام. وطول ما انت بتقولي الحمد لله، يعني هو تحسي ربنا بيطبطب عليكي وبيخفف عليكي اساسا يعني. المهم انا عملت عمليه وانا عندي 12 سنه، واحده وانا عندي 13 ونص، وانا واحده عندي 15. كانت قبل امتحانات الاي جي اللي هي المفروض ثانويه عامه بتاعتنا ب3 اسابيع، يعني كانت الحمد لله يعني. بس عارفه ساعتها انا اصلا كنت بقول لماما انا عندي 3 صيف، مش انت دايما كنا بنستنى في اجازه دبانه قعدت حواليكي مش سايباكي في حالك. مش احنا دايما بنستنى اجازه الصيف؟ انا قعدت 3 سنين اجازه الصيف دي مضروبه مقضيها في المستشفى. تعرفت على الستاف بقى هناك بقى. بس عايزه اضحكك الموضوع ده لما بفتكره بضحك جدا. قولي. كنت عندي اول عمليه، انا عندي 12 سنه، تمام، فنازله فداخله بقى في اوضه العمليات وبيبنجوني بقى الستاف بتاع التخدير. فبعدين بيقولوا لي ازيك يا باكينام، عامله ايه؟ قلت لهم الحمد لله تمام. هو انا ممكن اسال سؤال؟ قالت لي يا حبيبتي طبعا. فبدات لها هي العمليه هتاخد قد ايه؟ قالت لي يعني 6 ساعات ونص 7 ساعات. قلت لها حلو قوي، اصل انا عندي تمرين باسكت بكره. وبعدين لقيتهم كلهم فطسوا على نفسهم من الضحك. انت يهمك في ايه دلوقتي؟ لو احنا فين وانت فين؟ راحت بصت لي قالت لي والله انت صغير قوي على الهم ده. وانا اللي هو بجد اللي هو ايه، تمرين باسكت بكره خلاص الساعه 10 الصبح، تمام يعني الحق اخلص قبليها. خلص عمليه ايه في العمود الفقري، مسامير وحاجات. ايوه مش مركبه شرايح مسامير، بس انا ساعتها ما كنتش مستوعبه. بعد كده تاني يوم بقى صحيت في العنايه المركزه، مش عارفه التمرين اتحرك فاتني، اصلا. التمرين لا فاتني. مش عارفه اتحرك، وبعدين ببص اللي هو عشان كده كانوا بيضحكوا. هو بجد ليترلي دلولو عارفه كده. فعشان كده يمكن انا خدت هذه التجارب من وانا صغيره. فبالنسبه لي عادي يعني. انا وانا كبيره لما عملت الحادثه برضو جالي كسر في الرقبه وفي العمود الفقري تحت بقى العمليات، واحده فوق واحده تحت كده بقى، مش سايبين عمودي الفقري في حاله الحمد لله. فكنت ببص لها اللي هو يعني الحمد لله تمام. انا بالنسبه لي ساعتها اللي هو طالما قادره يعني اقف على رجلي فبس،
مش عايزه مش حاجه اكتر تحطي من بقى الموضوع مش إن عايزه هو حاجه اكتر من سلبية كده. في حياتك. الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على طب ده كل هيخلينا العباد. ننتقل لسؤال، ازاي اي حد مش لازم يكون حصل له مشكله يعني، ناس طبيعي بتفقد الشغف. ده طبيعي جدا طبعا. ايوه انا شخصيا مش هقول لك ساعات ازاي ما بفقد نفقدوش، ده طبيعي ان احنا نفقده، بس ازاي نرجع نستعيده بسرعه. بصي فكرة ان احنا نستعيده بسرعة دي برضو مش حاسة ان انا عايزة احطها في معادلة مع بعض، لان بسرعة دي ممكن يحط عليكي بريشر اكتر وتنتكسي اكتر، فاهماني؟ اللي هو لا انا عايزة ارجع بسرعة بسرعة بسرعة، فتحسي ان انا بحاول اجيب انفلونس وستيمولس من اي حتة ومش لاقي، فخلاص بقى اللي هو انا اكتب اكتر بقى يلا. خلاص بقى اللي هو كده كده بايظ فاهماني؟ فاللي هو اكتئاب بقى. فلا احنا ازاي طبعا كتير بنفقد الشغف والباشن والموتيفيشن، بس كل اللي انا اقدر اقولهولك ودي من ناحيه الرسم بصراحه، انه انا لما ساعات بيجيلي ارت بلوك، يعني مايند بلوك، وما بقاش عارفه ارسم ايه، بتامل. يعني ايه بتامل؟ مش شرط بتامل في الطبيعه يعني او كده، طبعا دي حاجه اساسيه، بس بشوف شغل الارتست التانيين اللي في المجال بتاعي، تاخدي الهام منه. باخد الهام منه، بنزل الشارع، بخرج، باكل، باجي اروح اجيب لنفسي ايس كريم واقعد اتفرج. يعني ده يعني مش بنقعد في السرير ونشد اللحاف ونتفرج على فيلم؟ دي بتبقى مثلا اول يومين كده بتحسي اللي هو خلاص انا عيطت كفايه تمام، نفس بقى، شوف بقى اللي فايتني شوف بقى اللي فايتني بقى. بس كده هي فعلا بتبقي محتاجه بس تفصلي خالص، هو اريح دماغي شويه. ده mainly البلوك ده بيجي منين؟ ان انت بتوفر ستيموليت، انت عماله تشتغلي مفيش اي راحه، فالبرين بتاعك في ناس بتخلي انا فاقده الشغف شمعتها، يعني هي الناس مثلا هي مش عايزه تذاكر اصلا فاقده الشغف، انا مش عايزه اشتغل عشان انا هم مش فاقدين الشغف، هم تعبانين بس، ارهاق اكزوشن. وارجع اقول ده بيبقى طبعا نتيجه عوامل كثيره احنا اتكلمنا فيها، فكره ان احنا بنسيب كل حاجه لاخر لحظه، فكره ان احنا مش عارفين نتايم مانج، فاحنا مش عارفين نبدا منين، فخلاص انا فقد الشغف اللي هو انا تعبان. وفكره برضو مش عايزين ننكر ان احنا بنشوف حاجات كتير في الكليه بتبقى مؤذيه يعني صعبه، فنلتمس لهم العذر، بس من يعني مش عايزين الفتره دي تطول، يعني feel your feelings، انا معاك اللي هو اكتئب واحزن، ما تنكرهاش، ما تبطلهاش لانها هتباك فاير عليك، بس ما نفضلش فيها كتير، نحاول واحده واحده كده نشوف حاجات افصل الاول خالص. انا مش هتكلم في الشغل، انا مش هتكلم في المذاكره، مش هتكلم في اي حاجه، انا عايز دلوقتي اعمل حاجه for myself. اسالك سؤال تاني بعيدا عن ده خالص، اكيد انتي في طريقك ان انتي بقى، لا انا اقولها الطريقه الاول بطريقه احلى. طب انا عايزه اسالك ان ليه باكي دكتوره الاسنان مش موجوده على انستجرام؟ ليه موجود ماكي ارتست بس؟ عيب عليك يا سوسو، عيب عليك، ده انا اصلا ناس كتير قوي عارفاني، بالعكس ده ناس كتير قوي عارفاني. لا ماشي، ده الناس في الكليه. لا لو هقولك بس عشان انت ريلز سقطتها في النص كده. ايه ده؟ انا بالعكس ده في كونتنت كتير قوي اصلا. انت ممكن تدخليها في فلوج اللي هو انا في العمليات وانا في بتاع، بس مش نزلي محتوى اكتر عن، انا مش حابه انزل محتوى الميديكال فيلد عن في الانستجرام بتاعي. اولا الانستجرام بتاعي ده اول ما عملته كان لهدف الارت، يعني انا هقولك انا كنت ببيع شغلي، انا ببيع رسوماتي من 2017 تمام، ف 2017 انا كنت في سنه ثالثه كليه. فاول ما عملت الانستجرام اكاونت ما كانش بقى ما كنتش كونتنت كريتور، انا بس عاملاه كجاليري بشوكيس الرسم بتاعي وبيجي لي الاوردرات وكده. وبعدين 2021 كنت لسه بقى ده كنت في امتياز بقى، فقررت ان انا اخده بقى سيريس وكونتنت كريشن، ودي بقى كانت السنه اللي انا ضربت فيها بقى التيرنينج بوينت، يعني دي كانت التيرنينج بوينت، ضربت فيها بقى فيوز وكده. وعجبني فكره ان انا مش دمجه التو وورلدز مع بعض، عشان زي ما انا قلت لك انا ساعات بزهق وات جيتس فرستريتنج، عايزه حاجه انا اروح الورلد ده. ايوه عايزه فاصله، اللي هو انت شغلي من 8 ل 5 تمام، ارجع بقى هنا على الارت بتاعي في بقيه اليوم، فاهماني؟ فببقى حابه ان انا اكون يعني شوفيني بكل كاركتراتي كده، التو كاركترز بتوعي. فانت اكيد خلال كل اللي انت بتعمليه ده قابلتك انتقادات كتير.
انا عايزه اعرف اتعاملتي ازاي مع الانتقادات. مش يعني انتقادات بمعنى ايه، ما جاليش انتقادات، بس انا جالي ناس مثلا يعني في الكليه عاده تحبطك. مم. آه، ما بركزش مع الناس اللي بتحبطني، يعني انا بفلتر، فاهمه؟ في بارير كده اللي هو لو مش عاجبك مالكش ده، يعني ما تبصش ما تفرجش، يعني عارفه اللي هو مش عاجبك طلقني، يعني عارفه اللي هو يعني في كده. ناس كانت بتقولك ان ما ينفعش انتي كدكتور تعملي كده. لا، الحمد لله، ومش هسيب لحد فرصه ان هو يعمل كده، يعني مش هسمح لك اصلا. مش لا، او مش هتفرق معايا، اللي هو do whatever you want، يعني انت كل واحد بيبص النظرة بطريقة مختلفة. وبعدين انا ما عملتش حاجة غلط او حاجة مختلفة، انا بشو كيس الارت بتاعي، انا رسامة، فاهمين؟ ف... فكون بقى ان انا بشير مثلا educational فيديو، عشان كده حتى بقولك ايه، ساعات نوع الكونتنت بيبقى important. يعني انا بالنسبة لي هدفي الاساسي ان انا الكونتنت بتاعي يكون educational، يكون بيطبطب، عارفه، يكون بوزيتيف، يكون كده اللي هو انا عايزه البلاتفورم بتاعي يكون حاجه الناس تدخل كده اللي هو تغير جو، تبقى كالم، تبقى ترفرش، عارفه، تاخد كده شحنه انرجي. ده كده هدفي. فالحمد لله ما جاليش انتقادات، بس اللي هو اللي كان بيجي لي بقى العكس تماما، اللي هو انت ليه هنا؟ على فكره انت المفروض تسيبي اسنان. المفروض بجد المكان ده هيحبط مش امالك. مكانك. ايوه المكان ده مش مكانك. يمكن ده مش مكاني. بالظبط، هما شايفيني اللي هو هناك بقى في اللي هو في الفاشن اندستري وفي الارت بقى وفي الحاجات دي، اللي هو ايوه كده بيكي كده. بس هما ما يعرفوش ان انتي برضو جامده هناك. يعني هما بقى حتى على فكره حتى لا، انا جامده في الاتنين يا حبايبي. شكرا يا شكرا والله، لا ده من ذوقك بجد. بس يعني اللي بيعاشرني بقى في الجراحه وفي وبيبقوا اوريدي مثلا عاملين لي فولو كده، فبيقول له ايه انت كائن صغير قوي ان يطلع منك كل الجبروت ده. لا دكتور بياع يقول لي يا سفاحه يا بيكسو يا سفاح. قفلت اللعبه يا باكي. اللي هو ضحكني قوي. بس اللي هو انا مينلي بحب ان انا اكون شغلي ما باخدوش معايا السوشيال ميديا، باخده بس زي ما انت شفتي كده كفلوجز، اللي هو بلس ان انا مش دكتورة اسنان، انا جراحة وجه وفكين، فاحنا دموي قوي، موضوع مش دموي. هينفع يعني. ففكرة ان انا امرج بتوين، يعني فاهمه الموضوع بيبقى اللي هو لا انا بالعكس بقولك عايزه طبطب. عايزه اخلي انا الدنيا عايزه اوريكم positive. النهارده حاله يعني الفراكتشرز اللي قابلتنا. يعني مش لازم. وبعدين كمان احنا صعب قوي ان انا اشير العمليات، لان هي بتبقى برايفسي. برايفت بالظبط. ما ينفعش يعني، حتى even if بتبقى لازم ناخد طبعا الكونسنت من العيان وكده، فبيبقى الموضوع صعب ان هي تاخد مجرى السوشيال ميديا، يعني especially كمان تبع الكليه وكده. اخري فلوجز. يعني فاهمني، اخري فلوجز كده من حين لاخر. وعايز اقول لك الناس كتير قوي اصلا عارفاني دكتور بيكي يعني على السوشيال أيوة. ميديا. بالعكس يعني انا عندي يمكن طلبة اسنان كتير جدا كلهم كفولورز. عندك. بالظبط. فلا يعني كله عارف، لا تقلق كفرد. طبعا انت دلوقتي قلتي لي ازاي اعمل بالانس ده لو انا طالبه. دلوقتي انا اتخرجت، ايوه بتعرفي تعملي البالانس ده ازاي مع شغلك وفي نفس الوقت انت مسؤوله عن بيت متجوزه أيوة. وفي نفس الوقت عندك حياتك بقى اللي عايزه تعمليها وهواياتك اللي عايزه تعمليها؟ ما مش عايزه انكر ان الموضوع صعب، و I do have some extra help طبعا، يعني ربنا يخليه مامتي وحماتي حبايبي. حبيبات قلبي بجد بيساعدوني والله. بس بالنسبه الشورز بتاعت البيت وكده، فادخلتها في الجدول. بس كده، ما انا عارفه يعني ان انا النهارده عشان وقت مثلا المذاكره حطينا حاجات البيت. بذاكر برضو لاني بعمل ماجستير. نفس الحوار ده. يعني بس يعني كده الحمد الجدول لله. زاد اكتر. انت الجدول يومك زاد. كام ساعه يا حبيبتي؟ الجدول زاد. يومك كام ساعه؟ بس مثلا في حاجات بتبقى priorities عن حاجات تانية، يعني فاهم؟ يعني مثلا كنت بغني في الاوبرا كورال، دلوقتي قللت الموضوع ده خالص، ما بقتش يعني مش كل حفلات بدخلها، لان خلاص يعني في حاجات اولويات اخرى. وبقسم بقى مثلا النهارده عندنا يبقى في بس مش لازم تعدي على كل حاجه في نفس اليوم، يعني انت بتقسميها لا على لا لا ايام. لا مش كل حاجه في نفس اليوم طبعا، لا كده انت هتبقى محتاجه اليوم يبقى 100 ساعه. لا مش كل حاجه في نفس اليوم. زي ما قلت لك، هي كل حاجه بعمل لها جدول على اساس ان هم كل حاجه بتاخد يعني جزء ساعات من يوم اخر. يعني مثلا هي الكليه هي اللي ثابته كل الايام، بس مثلا موضوع الكورال ده كان مرتين في الاسبوع، كانش كل يوم. لو انا مثلا الرسم بتاعي مش لازم يكون كل يوم، كان عادي بختار له كده يومين، دول اللي هما اليومين بتوع الرسم.
بالنسبه لبيكس فيفر انا بيكس فيفر كجنريشن ايدياز ده مش محتاج ايام، ده اون ذا جو. جات لي فكره بكتبها في النوتس، جات لي مش عارف ايه، وبعدين بروح البيت بسكتشت بتاع، بظبط موك اب حاجات كده. نزوله مصنع مظبط لها مثلا يوم، الورقه انا نازله النهارده اشتري ماتيريال، انا نازله النهارده للورشه كده بظبطها. طبعا ده مش بيبقى كل يوم، عشان كده في حاجه بالك، ده اللي هو بيبقى المين بتاعك اللي بترستقي طب عليه بما انك الجدول. مش بتعملي الحاجه كل يوم، ده ما بيديكيش احساس ان انت مقصره تجاه حاجه؟ ليه؟ ما هي اوريدي موجوده في الجدول، انا مش ناسياها، هي ليها يومها. بالعكس، ده بقى اللي بيقلل الانكزايتي بتاعتك، اللي هو انا مش لازم كل يوم اشتغل على ده خالص، هو كل حاجه ليها يومها، كل حاجه ليها ميعادها، فاهماني؟ ومش بتشغلي بالك بيها لحد ما تيجي ميعادها. بس كده خلاص هي يومها جاي، فاهماني؟ غير مثلا لو حاجه urgent، بمعنى نازله بازار، نازله مش عارفه ايه، محتاجه اعمل كولكشن تصوير ومش عارفه ايه، فببتدي اعكس بقى برايترايز حاجات عن حاجات. تمام، بس بتزودي وقت حاجه وتقللي وقت حاجه تانية. اللي هو لا مش هشتغل على الاوردرات البورتريهات دلوقتي، لا انا عندي بظبط مثلا بازار بتاع بيكس فيفر، فمعلش اوردرات الرسم هتتاجل اسبوعين مثلا يعني كده، فبتبقى زي كده ايام امتحانات الكليه. فلا كل ده ستوب، امتحانات، وبعد كده نرجع نريزيوم تاني، فاهماني؟ طب قولي لي، عايزاكي تحكي لي تجربتك مع البراند بتاعتك. انت الفكره جات لك ازاي وبداتي ازاي؟ بصي يا ستي، انا فكره وود براند اصلا، انا قلت لك انا طول عمري ارتست وبحب الفاشن جدا، ومن وانا صغيره اصلا عايزه كنت اكون فاشن ديزاينر او ليا ماي اون براند وكده. فانا قررت اديفلوب الموضوع ده من حوالي 2017 برضو، نفس الفكره دي، وقعدت بقى ارسم حاجات واسيبها على جنب، ارسم حاجات واسيبها على جنب. و2021 كنت خلاص ظبطت النيم بتاع البراند، واللي هو انا عايزه اعمل براند كذا، وعايزه اشتغلت عليه اعمل كتير اشتغلت عليه كتير. بس عايزه اقول لك حاجه، شايفه السنين دي كلها اللي انا اشتغلت عليها الشغل كله راح ليه؟ عشان الايباد اتفرمط. والله العظيم. ودي كانت بصراحه جفت، يعني هديه من عند ربنا. ليه بقى؟ عشان I started very fresh و very new وبايدياز احسن بكتير. بس انت مش بادئه من الصفر، انت بادئه عن خبره. بدأ، عارفه هو بدأ ايه، مش عن خبره قوي. عايزه اقول لك ان انا كل ده اصلا واحد بينحت في الصخر. لا بس عديتي بقى على افكار كتير وفي حاجات كتير شفتيها، فانت حسيت ان اوريدي انا عندك بقى في اتجاه، بقى في فيجن، عندك باك اب بتبني عليه. بقى في فيجن. انا في الاول كنت بعمل ايه، كنت بعمل ديزاينز فيري راندوم، مفيش ايدنتيتي، مفيش حاجه. بس دلوقتي ساعتها بقى لا، كان عندي فيجن، كان عندي ايدنتيتي، ولا انا عارفه ان انا هروح في السكه دي. فبدات بقى كانت بسرعه. وكنا بقى في 2021، انا بدات براند في 2021 برضو، جولدن يير 2021 دي. فمهم ساعتها كنت عارفه اللي هو ايه، رجل ورا ورجل قدام، انا رجلي هنجح اتأخرت. وهفشل، طب ايه انا اللي لا هيحصل؟ انا مش عارفه هو انا جاهزه، مش هنجح وهفشل. كنت بصلها ان انا هنجح وهفشل، كنت بصلها ان انا ايه، حاجه جديده وعايزه اعملها، وحلم من وانا صغيره، و I want to start it. ويعني يا نجحت فشلت تمام، ما عنديش مشكله. عارفه اللي هو فشلت هيبقى عندي حاجه يونيك عملتها في حياتي وتجربه وكده. انا دايما ببص للحاجات بالطريقه بص دي. النص الكوبايه المليان. اللي هو حاجه انا ايه، انا هندم لو ما عملتهاش، فواي جست تراي ات وتبقى حاجه عملتها، واللي هو ادت للسي في. عارفه اللي هو الفكره دي، أيوة. احطها في البوكس. ف ما كنتش بقى ساعتها عارفه انا جاهزه، اللي هو الفوتوشوت هعمله ازاي، طب ايه مش عارفه ايه، طب ايه. فكنت بتكلم مع ساعتها مع بدر، مع اخويا دكتور بدر الدين غيطه. ايوه. وقال لي بصي يا بيكي، you're never 100% ready ككوت. عمرك ما هتبقي عمرك ما هتبقي جاهزه 100%. فجست ستارت. وانا بقلب على بنترست، انا دايما بنترست ده بالنسبه لي الالهام بتاع كل إلهام الناس. مرعب يعني. فلقيت الكود دي قدامي بالظبط كده زي ما كان بدر قالها. فالمهم سيفتها وقلت خلاص الفوتوشوت الاسبوع ده بس كده، انا هبدا. هو بدر عنده حق. وطبعا وبدات البراند بتاعي، وكان طبعا في لخبطه في الاول وعادي، وبدانا بيبي ستيبس. اتعلمتي بسرعه. حاولت اديفلوب الموضوع سريعا، يعني حاولت ان انا ايه، احط رجلي يعني في المجال بسرعه. اتخذ وقت كتير واتضحك عليا، مصانع بشعه، ولا لا يعني عايزه اقول لك ما وراء الكواليس صعب 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 صعب. كمان الماركت في اسكندريه مين الماركت في اسكندريه؟
قليل يعني قليل از اسمها ايه، القماشه والحاجات الماتيريال، الرو ماتيريال في اسكندريه. واصلا انك تسافري عشان تروحي تجيبي ماتيريال او حاجه صعبه. لازم بالظبط بالظبط كحياتي انا بقى يعني ايه، بس مش مستحيله يعني. كنت فضلها هنحطها في الجدول. كنت فضلها يوم. فضلها يوم كده نروح القاهره صد رد نشوف ماتيريال. بس فعلا القاهره ماركت اوسع بكتير. يعني كمواد خام، كحتى صنايعيه، كورش، كمصانع، موضوع يعني اوسع واوفر كمان. اسكندريه مش هتوفريه هنا هترجعي في المواصلات. بص هي على حسب انت مواصلاتك دي بتاخديها قد ايه، فاهمه قصدي؟ بنزين عربيتك. مش قصدي يعني انت ممكن يوم تنزلي تجيبي البضاعه اللي انت محتاجاها لشهر، فبعد كده محتاجه تنزلي الشهر اللي بعده. مش هي بس محتاجه دراسه جدوى. محتاجه دراسه جدوى ومحتاجه تكوني انت بداتي من فتره عشان تعرفي فعلا ايه اللي انت محتاجاه وهتحتاجيه في وقت قد ايه. بالظبط، تكوني انت عارفه حدود نفسك. بالظبط. بس طبعا الموضوع صعب جدا، فكره ان انا بشتغل في الكليه بيضيع عليا فرص كتير، فرص ان انا اشتغل واكبر البراند كتير. ازاي؟ لان انا بشتغل عايزه اقولك ايه في الاوفر تايم. فاللي هو ايه، بس مش الاوفر تايم، بس هو ايه، بيبقى في حاجات محتاجه مثلا ان انا اسافر هنا واروح اعسعس هنا واعمل هنا وبتاع. بازارات القاهره اللي بيعزموني كتير قوي ان عايزين بيكس فيفر تنزل، بس انا عندي امتحانات. عندي كليه، عندي مش عارف ايه. فهي البالانس في الموضوع بيبقى صعب، بس مش مستحيل، لكن هو بيبقى صعب. ممكن الجروث بتاعي ان انا اكبر يبقى ابطأ من غيري، بس اتليست محافظين عليه بس. فعشان كده بقولك مش لازم، احنا حياتنا مش زي حياة بعض، مش لازم نقارن نفسنا ببعض. انت قارن نفسك بنفسك، يعني انت شوف انت بدأت فين ودلوقتي بقيت فين بس. وانا ازلون جاز تبقى راضي عن مستواك، راضي عن الليفل اللي انت وصلت له. بالظبط، ايوه ارضى. هي الفكره ان ناس كتير مع عصر السرعه ما بقوش راضيين بقى، بجد بيحققوا نجاحات بجد مذهله، واللي هو لا 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 مش كفايه، لا 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 انا لسه بدري عليا. بص انت لا 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 جماعه ارضوا يا جماعه بجد. عايزه اقول لك ان انت مصدر الهام ليا شخصيا، واكيد مصدر الهام لناس كتير قوي. ف ثانك يو بجد. انا شخصيا طالعه مستفاده من الحلقه دي. الله شكرا باشا. شكرا على كل كلامك ده. ايوه انا بجد مش واخده بالك، انا طول الحلقه قاعده بضحك. انا مبسوطه بالكلام. شكرا بجد يا دكتور بيكي. ثانك يو شوشو ان انت استضفتني معاك. انا لا ابدا، انا اللي محظوظه، انا اللي الشرف. كفايه. شكرا ان انت وافقتي. حضن كبير. حضن كبير. لا طبعا انا معاك في اي وقت. الف سلام عليكي. ربنا يخليك. ميرسي، شكرا.